في الغالب كل دولة بتلاقي ليها قصص معينة. النهاردة قصتنا عن يوم 4 يوليو. ايه يوم 4 يوليو ده؟ يوم 4 يوليو ده يوم استقلال أمريكا. من مين؟ من بريطانيا. أمريكا كانت تحت حكم بريطانيا بجد. In the summer of 1776, Franklin was appointed to the five-man committee charged with drawing up a document which would make a declaration of American independence. وده كان في سنة 1776 تم استقلال أمريكا عن بريطانيا. أيوة بجد، دي معلومة جديدة ممكن تكون بالنسبة لك، بس أمريكا كانت تحت حكم بريطانيا في التاريخ ده. Franklin objected to Jefferson's use of the words sacred and undeniable in describing certain truths. يلا بينا نعرف ايه هو يوم استقلال أمريكا، ونعرف الناس هنا بيحتفلوا ازاي. لو انت أول مرة تشوف فيديوهاتي أحب أعرفك بنفسي. أنا محمد منصور، مغامر مصري بحب السفر واكتشاف الأماكن الجديدة. يلا بينا نكتشف ايه هو يوم استقلال أمريكا. My fellow Americans, in 1776, on the 4th day of July, the representatives of the several states in Congress assembled, declaring our independence, asserted that a decent respect for the opinion of mankind. النهارده يوم مختلف هيبقى هنا في أمريكا. اليوم ده هو يوم استقلال أمريكا، يعتبر 4 جولاي. أول مرة بالنسبة لي هحضره من هنا، فيلا بينا نشوف الاحتفالات ونشوف بيعملوا إيه في اليوم ده. طيب وصلنا هنا وسط الزحمة دي. واو، كمية أعداد كبيرة جدا هنا. أنا عاوز أسأل الناس هنا هل هم يكونوا بيعرفوا حاجة على عيد الاستقلال بتاعهم ولا لأ؟ So, Tom, back again. Well, Independence Day, it's the day when the U.S. became independent from Britain. I assume it's the year 1776 when the Declaration of Independence was signed, and King basically acknowledged the independence, the King of England, of the United States. You have a good knowledge. That's my... Okay, that's good. Yes. So, let's see the other people, what they can know. Franklin suggested the text be revised to read, "We hold these truths to be self-evident." When the finished document was ready to be signed, John Hancock, who wrote his name large enough so that King George could read it without spectacles. Oh, good. What did you know about this day, the Independence Day, the 4th of July? I just know, I know they usually set off fireworks here. Oh, okay. So it's like, you don't know the history stuff about it or something. Oh, in terms of the 4th of July? Yeah. Oh. No? If you want further details, I don't have them for you. I'm not that much details, man. Is this YouTube? Yeah, we do YouTube vlogging. What's your name? Miko. My name is Mo, and this is my friend Tom. Yeah. All right, Miko. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Yeah, enjoy your... You have a good one? Yeah, thanks, man. اوكي، هنا من تاني وسط الزحمة. كله عشان عيد الاستقلال، بس هما بيحبوا يشوفوا الفاير شو، فهيكون هنا في ألعاب نارية بحجم كبير قوي. خلينا نطلع من الزحمة كده شوية. ماشي وسط الناس وانا الوحيد اللي بتكلم لغه مختلفه. Sorry guys. اول مره اعملها كده ان انا اخش وسط الناس اعمل فلوجنج وسط الزحمه، الموضوع هيبقى مختلف اول مره دي. Hello guys, how are you? You good?
طيب هو بعد دقايق حرفيا المكان هنا هتلاقيه كله ملان بالالعاب الناريه. واو، شوف مناظر هنا، عمري كميه الالعاب الناريه دي هتبقى فظيعه. يلا بينا نشوفها. واو، حرفيا اكتر من ربع ساعة من الالعاب النارية، فالموضوع كان تحفة بصراحة. المنظر كان روعة، اول مرة تجربة بالنسبة لي. ناس كتير حواليني هنا، الناس كلها بتحتفل. اليوم هيبقى يوم للصبح. اكسبيرينس جديدة من نيويورك، من نيو جيرسي، لان انا كنت بين الولايتين، ما بين نيو جيرسي ونيويورك. اللي بيربطهم هو بس البحر ده، فالموضوع كان تحفة بصراحة. الميزة هنا ده البوليس في كل مكان ومأمنين كويس، عشان اليوم ده الناس بتشرب فيه كتير وبيخرجوا عن الطبيعي بتاعهم، فيفضل ان الدنيا تكون امان. أتمنى إن يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا بمعلومة جديدة النهاردة. يا ريت ما تنساش تدعمنا بزر اللايك والاشتراك في القناة، وتكتب لنا في التعليقات إيه الحاجة اللي أنت اتعلمتها النهاردة. لحد دلوقتي أشوفكم في فيديوهات لسه جاية جديدة من أمريكا. سلام.